السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مسلسلنا النهاردة هو مسلسل أكشن ورعب كوري اسمه الجزيرة أو آيلاند. يا ريت بقى تدوسوا على اللايك والشير للفيديو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. عاش العالم في حالة هدوء بين كل الكائنات، لكن للأسف الهدوء ده مدامش كتير لأن الفوضى انتشرت بسبب تصادم الملوك الإخوات مع كل الكائنات، لحد ما حد حبس الملك الكبير وحول أبنائه ال46 لتماثيل كبيرة من الصخور في جزيرة جيجيو. والقصة دي كان اللي بيحكيها مصور لعريس وعروسة وهو واخدهم للجزيرة علشان يصورهم هناك. أول ما وصلوا انبهروا جدا بالمكان وقربوا من التماثيل لمسوها، وفجأة التماثيل انهارت واختفت تحت الأرض. ولما قربوا منهم علشان يشوفوا إيه اللي حصل، طلع دخان أسود من مكان التماثيل دخل جوه العريس والعروسة واختفوا. وكان المصور بيظبط الكاميرا وما أخدش باله من حاجة، ولما جه يدور عليهم اتفاجئ إن شكلهم بقى مخيف جدا. وفجأة ظهر شخص وذبح العريس. وبننتقل بالأحداث لدير فيه واحد اسمه جوفاني كان بيعالج واحد من مس الشيطاني، وبعد ما خلص أخدوا رئيسه اللوحة فيها رسمة. الرسمة دي عبارة عن واحد لابس اسود بيقتل واحدة، وقال له ان دي المنقذة اللي كانت هتخلص العالم من الارواح الشريرة. ولحسن الحظ انهم لهم منقذة جديدة والقدر وصلها للجزيرة، وطلب من جوفاني انه يروح يحميها. وبنتعرف على وون ميهو، ودي بنت رجل الاعمال المشهور وون تاي هان صاحب مجموعة داي هان، وبصفتها الوريثة الوحيدة ليه قررت انها تهتم بفندق داي هان، ودي حاجة محبتهاش عمتها فقررت انها تخلص منها. وفي يوم وهي مروحة وقفت عربية قدام عربيتها مرة واحدة، ونزل السواق بتاعها كانج فضل يتجادل مع صاحب العربية اللي خبطه، وطلع راجل عملاق ومعاه شخص تاني. فنزلت وون ميهو وطلبت من كانج انه يعتذر لهم، وقالت كمان انها تدفع مصاريف العلاج، لكن هم فضلوا يستفزوها لحد ما مسكت واحد منهم ضربته، وكان التاني بيصورها وجريوا بسرعة من قدامها. وتاني يوم كان الفيديو منتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون كمان. كانت عمتها أكتر واحدة فرحانة فيها لأنها عايزة تبعدها عن إدارة الفندق، وفعلا ده كان أول حل قاله لها والدها إنها تسافر لحد ما الجو يهدى، لكنها رفضت. فخرج وراها المحامي أجاشي، وكان أكتر واحد قريب منها وأقنعها إنها تسافر لجزيرة جيجيو وتساعد مدرس ثانوي في تامارا. وفعلا سافرت، وأول ما وصلت المطار الصحفيين اتلموا عليها فهربت منهم، وقبل ما توصل لعربيتها حست بحاجة غامضة لكنها تجاهلت إحساسها وكملت طريقها. ولمحت حاجة عند العربية بتطلع صوت غريب، فقربت منها تشوف فيه إيه، لقيتها العروسة اللي اتحولت لشبح مخيف فهربت منها. وفضلت العروسة تطاردها لحد ما دخلت عربية نقل استخبت فيها، وفضلت العروسة تخبط وتحاول إنها تكسر العربية علشان تدخلها. وون ميهو عمالة تصرخ وتستنجد بأي حد علشان ينقذها. وفعلا وصل بان وبعد عنها العروسة وفضل يقتلها لحد ما قضى عليها، وشال باب العربية اللي مستخبية فيه وون ميهو بإيديه. وأول ما وون ميهو شافته فقدت وعيها، ولما فات لقت كانج والمحامي جنبها، فحكت لهم على اللي حصل، لكنهم قالوا لها إن دي تهيؤات. وعرفت منهم إنها موجودة في حصن بعيد مش في فرع الفندق بتاعهم علشان تبعد عن الصحفيين. وتاني يوم راح بان لمكان التماثيل وقابل ست عجوزة كان يعرفها وهي بيج جو، وسألته عن اللي حصل لأن المية فضلت تهتز والرياح جت من كل الاتجاهات، وفكرت ان الشيطان هيعمل زي ما عمل مع اهل قريته زمان. فافتكر الحادثه الفظيعه اللي حصلت يومها لما الشيطان هجم على قريته وقتل كل عيلته وهو الوحيد اللي نجي. فاخدوه وراحوا لقائدهم جونج ري وونج، ووقتها جات له بيج جو وقالت له ان اللي بيعمله ده اكبر غلط لانه جامع اطفال وعايز يخليهم قتلة شياطين، ودي مش اول مره يعمل كده، وكل مره بيفشل والاطفال بتموت فيها بسببه. فقال لها ان ده الحل الوحيد اللي قدامه بعد ما الشيطان قتل قريه كامله، علشان ينقذوا العالم لازم يكون في تضحيات. وسابها راح لقبو مع رجالته ومعاهم أطفال كتيرة، دخلهم على الشيطان بعد ما مسكوا وكتفوا بسلاسل وقفل عليهم الباب، وقال لهم إن ده شيطان وفي زيه كتير على الأرض كل هدفهم إنهم يقضوا على البشر. وحاول البشر كتير إنهم يقتلوهم لكنهم ما قدروش، لكن ممكن الأمور تتغير بيهم. وشد السلسلة اللي مكتب بيها الوحش وخلى دمه يخرج على سكينة وطعن بيها كل الأطفال اللي موجودة، ودخل دم الشيطان جواهم. بعد يومين كل الأطفال ماتت ما عدا 2 منهم. قال لهم جونج وينج انهم بقوا نص انسان ونص شيطان، ومن الوقت ده مش هينفع يعيشوا بطبيعتهم تاني، وخلى رجالته تدربهم، وكان ممنوع انهم يتعبوا او يريحوا، وده بيفسر قوة بان لانه كان واحد من الولدين. وبنرجع تاني لوون ميهو اللي راحت لمدرسة تامارا الثانوية وقابلت المدير وبلغته انها هتصلح المدرسة كلها وهتجددها، وسابته وراحت قابلت المدرسين وطلبت منهم انهم ينشروا خبر تعاونها معاهم بالخير. وراحت بعد كده لأوضة الاستشارات وكانت مهجورة وكلها تراب، وكانت واحدة من المعلمين صديقتها وفرحت جدا إنها شافتها بعد كل المدة دي.
ولما الوقت اتأخر ركبت عربيتها علشان ترجع للسكن بتاعها، فبعت لها موظف عندها قنبلة انفجرت في وشها، واكتشفت وقتها ان كانج هو اللي متفق مع الناس اصحاب الفيديو. وقتها اتصدمت وطلبت منه يركن العربية، ووقفت لمته على خيانته ليها لانها كانت بتعتبره من عيلتها، وضربته وسابت له العربية ورمت له المفاتيح في وشه وطلبت منه يعتبرها مكافأة الخدمة، وسابته ومشت وهي بتعيط. واول ما بعدت جت الارواح الشريرة هجمته. اتصلت وون ميهو بالمحامي اجاشي علشان يجي لها، لكن ما كانش في الوقت ده شبكه، وفجاه لقت كانج قدامها بس ما كانش في طبيعته، شكله مخيف وضوافره طويله، وجه يهجم عليها ضربته وهربت منه جوه الغابه، لكنه وصل لها ومسكها من رقبتها وكان شكله اتحول بالكامل، ومن كتر خوفها صرخت صرخه عاليه، وبالصدفه وصلت لمكانهم بنت شكلها جميل جدا حررت واحد منهم وهو بان، فقرب منها وعضها في دراعها، وكان خايف انه يخرج للناس، لكن البنت شجعتهم وقالت لهم ان العالم مستنيهم علشان يجروا ويهربوا بحريه من غير ما حد يوقفهم، وفعلا حررتهم واخدتهم وجروا في وسط الخضره وهم فرحانين. بس للاسف البنت تعبت من العضه وفقدت وعيها ووقعت على الارض. البنت دي كانت وون ميهو، فشالها بان ورجعها لجونج ري وونج، وكانت بيج جو معاه قلقان عليها، فاخدوها بسرعه عالجوها. اما الولدين فجلدوهم، وبعد ما وون ميهو فاقت راحت لهم الزنزانة وفضلت تتأسف لهم إنها كانت السبب في أذيتهم، وعلشان يقدروا يكسروا حبسهم لازم يتدربوا، وإنها مضطرة إنها تسيب المكان وتمشي، لكنها وعدتهم إنها ترجع تاني علشان تنقذهم. وبنرجع للحاضر وبنشوف جوفاني وهو عند أجاشي، وكان أجاشي يعرفه ويعرف إنجازاته، فقال له جوفاني إن وون ميهو هي المنقذة ومهتم إنه يحميها، وما كانش هو الوحيد اللي بيحميها، لأن أول ما بتتعرض لخطر بيظهر لها بان على طول، وده اللي حصل المرة دي كمان، وراح قطع ايد كانج اللي كان خانقها بيها ووقف قتله بحركات اسطوريه، فكان بيطير في الجو ومش بيتاثر بالضربات ولا بيتصاب، وقدر انه يقتل كانج. وكانت وون ميهو مذهوله منه وسالته هو مين، فقال لها لو عايزه تنجو يبقى مش لازم تهرب، ومفيش ثواني واجاشي وصل لها ومعاه الشرطه، ولما حكت لهم على اللي حصل وقفوا يضحكوا عليها وقالوا انها مجنونه، فهدها اجاشي وقال لها انه مصدقها واخدها ورجعوا على السكن، لكنها كانت مقررة انها ما تفضلش ولا يوم واحد في المكان ده، فاخدت تليفونها وطلبت عربية توصلها للمطار من غير ما تقول لحد. اول ما وصلت المطار طلبت من الموظفة انها تحجز لها تذكرة في اي درجة، لكن الموظفة اول ما شافت اسمها بعتت للامن جه اخدها للمكتب، ولما حاولت تخرج علشان تلحق طيارتها رفض الشرطة ومنعها، وكان في شرطي تاني تعرض للهجوم من الاشباح وبقى تحت سيطرتهم. واول ما دخل الاوضة قرب من وون ميهو، ولما حاول زميله يبعده ضربه، استغلت هي الموقف وهربت، وفضل الشرطي الشبح يطاردها لحد ما خرجت من المطار وجريت على موقف عربيات ولقت عربيه مفتوحه وصاحبها جنبها، فركبتها وهربت بيها، وبرضه الشرطي الشبح ما استسلمش وجري نط على سقف العربيه وحاول يوقفها، فساقت على اقصى سرعه علشان توقعه، لكن برضه ما كانش بيوقع، وفتح فتحه في سقف العربيه بايديه وكان خلاص هيدخل لها، ففرملت العربيه مره واحده واخيرا وقع من على العربيه، وكانت لسه هتشم نفسها، بس للاسف طلع تاني على العربيه، ولما شافته في المرايه فضلت تصرخ وبقت مش عارفه تخلص منه ازاي، وفجاه لقيته كسر ازاز الشباك ودخل ايديه علشان يمسكها، فانحرفت العربيه وشافت وون ميهو تمثال من تماثيل الملوك القديمه في نص الشارع، وجت تتجنبه اتقلبت بيها العربيه وفتحت باب العربيه وخرجت منها، فلقيت الشرطي شكله اتحول لوحش، فطلعت تجري واستخبت منه وكتبت نفسها حتى علشان ما يحسش بيها، بس للاسف عرف مكانها مع اول حركه ليها وطلعت تجري، بس هو وقف قدامها وزي كل مره كان لسه هيجم عليها، كان بان وصل وطعنه بسكينه. برضه الشرطي ما تاثرش وقام تاني، وفضلت وون ميهو تترجى جونج تانج انه يتصرف وينقذها، وهو وقف يتفرج عليها بمنتهى برود الاعصاب لحد ما لقى الوحش قرب منها فمسكه ضربه، بس المره دي كان الشرطي اقوى من اللي قبل كده، فمسك بان وضربه في الحيطه وطعنه بضوافره ببطنه، وقتها ابتسم بان بسخريه عليه وضربه بكل قوته، ومسك جنزير من الارض وخنقه بيه من رقبته وبيقربوا ليه ويضربه لحد ما مات، وقع منه جوهره فوطى بان واخد الجوهره، ولما سالته وون ميهو ايه اللي في ايده فاستغرب انها مش فاكره اي حاجه خالص، وقبل ما يختفي زي كل مره وقفته وترجته انه يفهمها اللي بيحصل، فقال لها ان في حاجه اسمها شياطين الرغبه احتلت الارض وبتدخل جوه جسم البشر وبتحولهم لآلة قتل، والشياطين دي منتشره في كل مكان، ولما سالته ليه شياطين الرغبه بتطاردها هي بالذات فقال لها ان قدرها كده، وكانت وون ميهو اسئلتها مش بتنتهي وكانها ما صدقت انها تلاقي حد يفهمها، وقالت له ان ما ظهر لهاش الشياطين دي غير لما جت الجزيره، ومعنى كده انها لو مشت هتبقى في امان، لكن اكد لها ان الشياطين هتفضل وراها في اي مكان وهيظهروا لها في شكل بشري، وسابها ومشي في غمضه عين. وتاني يوم بعد كده بيظهر جوفاني في الغابه بمجرد ما شاف اثار الضرب وفهم كل حاجه حصلت وكانه شايفها قدامه، وعرف ان بان هو اللي عمل كده، وفضل ينتقل بين الاماكن ويفتش في كل مكان، وكان هدفه انه يوصل لرجل الظلام اللي بيقتل الشياطين، واتصل بيه رئيسه علشان يطمن ويشوفه وصل لفين في التحقيقات. اما وون ميهو فكانت في اوضتها خايفه جدا، وعلشان تعرف تنام اخذت حبوب منومه، لكنها سمعت صوت جاي من البلكونه، ولما فاقت تشوف مين لقيت بان دخل جوه اوضتها وقعد يتكلم معاها لانه كان عارف انها خايفه وحاول يهديها،
فسألته ليه ما يشتغلش حارس شخصي طالما انه بالقوة دي، وعرضت عليه انه يطلب اي مبلغ عايزه وهي موافقة عليه، وكتبت عقد كمان وسألته عن اسمه وحاولت تغريبه مرتب كبير ومركز في مجموعة ضيهان، ومع ذلك ما اهتمش بكل ده وكان هيمشي، فقعدت تعيط وكان تأثير المنوم بدأ ونامت. فقعد بان جنبها وكان عايز يتأكد انها نفس البنت اللي ساعدته وهو صغير، فدور على علامة العضة اللي عضها لها زمان. وتاني يوم لما صحيت وون ميهو لقيته ماضي العقد ففرحت جدا. اما هو فكان واقف في الغابة حزين لانه افتكر يوم ما وون ميهو رجعت له طعنها وبقى مش عارف يزعل انها نسيته ولا يفرح انها نسيت اللي عملوا فيها. وبنرجع تاني لوون ميهو اللي من كتر سعادتها خرجت لأجاشي وكانت مستعجلة جدا على الفطار، لكن لما عرفت منه انها لازم تبدأ شغل كمدرسة نفسها اتسدت وقالت لأجاشي انها عينته حارس شخص جديد وطلبت منه يجهز لها أوضة معاهم. وحاول أجاشي كتير انه يفهمها انها ما ينفعش تعين اي حد تقابله ولازم في الاول تحقق منه وتعرف اذا كان يستحق الثقة دي ولا لا، لكنها قالت له انها خلاص اخذت قرارها. وليو بان مستنيهم عند الباب، ولما عرفتهم على بعض رفض بان انه يمد ايده يسلم عليه وركب العربيه ورفض انه يسوق وقعد في الكرسي اللي ورا، وون ميهو هي اللي ساقت. ولما سالها عن اجاشي هل تعرفه كويس قالت له انها بتعتبر اجاشي واحد من عيلتها، فسكت خالص وفضل على طول الطريق ساكت وما بيردش على كلامها لحد ما وصلت للمدرسه. ولما جت تديله تعليمات طلب منها ما تتكلمش معاه كده تاني الا لو كانت عايزه تموت، فسابته وراحت على اول حصه ليها وتعاملت مع التلاميذ بكل حزم. لكن كان في طالبه اسمها بو يام اول ما سمعت ان زميلتها سوريون ما جاتش ما همهاش ولا الحصه ولا وون ميهو، وقامت مشيت راحت لها ولقيتها مخبيه وشها وكان مليان باثار الضرب، وعرفت ان خطيبها هو اللي عمل فيها كده وسالتها ازاي لسه مكمله معاه. فحكت لها سوريون اللي حصل في اخر مره خرجت معاه وانها كانت لسه بتلومه على انه ضرب واحد كان قاعد في المطعم معاهم، فقال لها انه كان المفروض قتله خالص لانه مش بيحبه، بس كان لازم يعمل كده علشان ما يتعاقبش ولا الشرطه تعرف تمسك عليه اي دليل. وكلمها عن افضل طريقه للقتال بانه بيمسك وش الضحيه ويضربه في الحيطه، وبكده اثار الضرب والالم هيفضلوا معاه فتره اطول وفي نفس الوقت مفيش دليل ضده. ولما لقى سوريون خافت منه جدا اتعصب وشرح لها قبل كده انه ما بيحبش يحس انها خايفه واللي هي بتعمله ده معناها انها ما فهمتش، فلازم يفهمها تاني وفضل يضربها. وخلصت الحكايه وهي عماله تعيط ومرعوبه، فهدتها ابويا مفاجاه وصلت رسائل لسوريون من خطيبها بيهددها فيها بصورها والبنت كانت خلاص بتنهار. فقالت لها ابويا انهم لازم يتكلموا مع حد من الكبار وحاولت تقومها لكنها رفضت وطردتها من الاوضه. فرجعت بويام للمدرسه ودخلت اتكلمت مع وون ميهو في اوضه المدرسين وحكت لها عن سوريون وخطيبها وان مفيش دليل ضده يقدموا له الشرطه ومفيش حد يساعدها لان المدرسين مش بيهتموا باي حاجه بتحصل بره المدرسه. قالت لها ان مفيش حاجه في ايديها ممكن تساعدها بيها وان الافضل لو تبلغوا الشرطه وطلبت منها ترجع لفصلها وتنتبه لدروسها. في الوقت ده كان اجاشي عند بيج جو وكانت ناسيه خالص، ففكرها بيه ان نفس الشخص اللي اتعرض لهجوم الشياطين زمان وانقذه من ايديهم بان، وهو جاي لها دلوقتي لان بان مع وون ميهو وان خايف عليها منه لان مش بشر وممكن يأذيها زي ما عمل قبل كده. فقالت له انه الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذها دلوقتي، فسابها ورجع للبيت. وكانت وون ميهو هي وبان رجعوا وخلت اجاشي يديله شنطه مليانه فلوس علشان يسمع كلامها، وبعدها اخدوا اجاشي وراله الاوضه اللي هيعيش فيها. طلب منه يخلي باله من وون ميهو ما يأذيهاش، فسابه بان وخرج راح للغابه. وده نفس الوقت اللي كانت فيه بو يام بتحاول تتصل بصديقتها علشان تطمن عليها، ولما ما ردتش عليها راحت قعدت عند بابها وقالت لها ان في شجره في الغابه ممكن تروح عندها وتحكي كل حاجه مضايقاها. ففعلا راحت صاحبتها وفضلت تحكي وتعيط وكانت مولعه شمعه تنور لها، ومره واحده الشمعه انطفت وحست بحركه غريبه. وكانت وون ميهو بتتدرب في جنينه البيت ولقت جوفاني ظهر لها فاتخضت وخافت منه ودي كانت اول مره تشوفه فيها. فجاء اجاشي طمنها وقال لها انه ابن اخوه وكان عايش في ايطاليا لفتره طويله ورجع علشان حاجه معينه ومفيش مكان يعيش فيه، فطلب منه يقعد معاه الفتره دي. وما بيتعشوا مع بعض رجع بان وعرفته عليه وفضل هو وجوفاني يبصوا لبعض من غير ما يتكلموا ولا كلمه. ولما نامت راح له جوفاني اتكلم معاه وعرف انه الحارس صاحب الرداء الاسود اللي قتل المنقذه الاولى، وقال له انه عارف انه مهما حاول يظهر كبشر عادي فهو برضه الشيطان رغبه، وسابوا بعض ومشوا. وتاني يوم لما وون ميهو لقت جوفاني شكله كده ومشي وراها وركب معاها العربيه وقال لها انه متضايق فقرر انه يجي معاها، وكان بان راكب ورا كالعاده وطلب منها تسوق وهي ساكته ومع انها اتخنقت من تعامله معاها وكانها هي اللي شغاله عنده، بس اضطرت انها تسكت خالص لانها محتاجاه. وفي نص الطريق طلب منها توقف العربيه ونزل دخل الغابه من غير ما يلتفت ليها، فسابته وكملت طريقها لحد ما وصلت للمدرسه. وظهرت بويام قدام العربيه فجاه، بس لحسن الحظ ان وون ميهو قدرت تفرمل بسرعه ونزلت طمنت عليها هي وجوفاني، ولقيتها عماله تعيط وخايفه وطلبت مساعدتهم، فدخلوها المدرسه وحكت لهم على صاحبتها لما طلبت منها تتكلم مع الشجره. بس لما راحت تطمن عليها بالليل لقيتها بتتألم وكأن في حاجه بتتحكم فيها، وطلبت منهم يروحوا معاها يشوفوها. وفعلا راحوا، بس عند البيت طلبوا منها ترجع هي لبيتها ودخلوا لصاحبتها وخبطوا على الباب لحد ما فتحت لهم واحده وعرفتها وون ميهو انها المعلمه بتاعتها.
فدخلتها والدة سوريون وحكت لها ان بنتها بقت غريبة جدا، وسمحت لهم انهم يطلعوا لها اوضتها وهي تستناهم تحت. ولما قربوا من اوضتها سمعوا اصوات غريبة والباب اتفتح لوحده، وكانت سوريون نايمة. ولما حاولوا يصحوها ضحكت ضحكة مخيفة، ففهم جوفاني ان في روح شريرة جواها وطلع شمعة ولعها. وفي لمح البصر كان مكتفها وفضل يقول كلام غريب، والبنت تصرخ لحد ما ضحكت وقالت له انها اتمكنت منه والشمعة اتطفت وتحول بيهم المكان للغابة. وكان جونج هان لسه في الغابة وماسك سكينة، وظهر له برع من الربيع وفهم ان في روح شريرة، ومن قوتها فضلت ايده اللي فيها السكينة تهتز، وحس ان في واحد واقف وراه. ولما بص ما شافش حاجة لان كان في زي مراية عازلة بينه وبين الشبح. وفضل جوفاني وون ميهو ماشيين في الغابة اللي انتقلوا لها، وشافوا سوريون واقفة وسط شجرة وحدفت عليهم قطع اخشاب وقالت انها تنتقم منهم، وبقى شكلها مخيف جدا. وجذور الشجرة سحبت جوفاني وعلقته من رقبته وكان بيتخنق. وسوريون كانت هتقتل وون ميهو لولا ان بان ظهر لها مرة واحدة وبعد عنها. ولما قالت له وون ميهو انها مش عارفة ازاي وصلت للمكان ده وانه لازم ينقذ سوريون لانها مجرد طفلة، فقال لها ان دي غابة الشيطان اللي جوه جسم سوريون واسمه بانجول، وانه لازم يقتل سوريون لانها غلطت ولازم تتحمل اخطائها. فقالت له انه جبان، وفضلوا يتجادلوا مع بعض بالكلام لان اول مرة في حياته حد يكلمه بالطريقة دي. وكان جوفاني عمال يطلب منهم ينقذوه لانه خلاص بيتخنق، بس هم ولا كانوا سامعينه لحد ما صريخه زاد، فحدف عليه بان سكينته حرروا بيها وسابهم وجري ورا الشبح بنجول اللي اتحول لشجرة عملاقة جواها سوريون. وراح جوفاني ساعده، بس الشجرة خرج منها جذور وفروع كتيرة كتفتهم هما الاتنين. ولما وون ميهو قربت منهم اتكتفت هي كمان، وقربتها سوريون منها وقالت لها انها تقدر تنتقم اخيرا. وحاولت معاها وون ميهو انها تعديها وترجعها معاها البيت، لكنها رفضت لانها ما كانتش عايزة ترجع تاني لخطيبها المؤذي اللي حتى والدتها معرفتش تحميها منه. لكن وون ميهو وعدتها انها تساعدها، ولان سوريون عارفه انها كانت بتضحك عليها فقالت لها انها عملت كل الطقوس علشان روح بنجول يظهر وتحميها وتنتقم لها مقابل انها تبقى خدامه عنده. فانا اتمكن منها وبدات سوريون تختفي جوه الشجره. وكان بان اخيرا حرر نفسه من جذور الشجره وجري طعن الشجره بسكينته. وفضلت وون ميهو تتسلق على الشجره لحد ما وصلت لسوريون وفضلت تقسم لها انها تنتقم من خطيبها وهتخليه يتعاقب. فاقتنعت سوريون وطلبت منها تنقذها، بس للاسف بنجول كان بيقفل عليها الشجره اكتر وكان هيقتلها هي وون ميهو. فجيري بان مسكها وطعن الشجره وخرج صوت قوي وصل لكل الناس. واخيرا خرجت سوريون من الشجر وكانت فاقده الوعي ومحدش منهم كان عارف هيخرج ازاي من المكان ده غير بان. جرح ايده وحدف الدم فظهر حائط شفاف قطعه بالسكينه وظهر له اوضه سوريون فدخلوا فيها. ومن كتر التعب وقعت وون ميهو وهي فاقده وعيها، فنقلوها على المستشفى هي وسوريون. واول ما فاقت لقت بان جنبها فسالته لو بانجول مات، فقال لها انه روح الغابه ومش بيموت وعمره ما هاجم حد كده، وغالبا المره دي سيطر عليه شياطين الرغبه. وقامت راحت تطمن على سوريون وكانت لسه في غيبوبه والدكتور ما كانش عارف هتفوق منها ولا لا. وشكر اهلها وون ميهو جدا وسابتها ترتاح وخرجت بره الاوضه. ولما جه جوفاني يقعد جنبها قومته وسالته هو مين وطلبت منه يقول لها الحقيقه بكل صراحه. فقال لها ان في حاجات كتيره غريبه حصلت وهو جاي علشان يحقق فيها. وبعد ما خلص الكلام معاه رجعت تاني جنب سوريون. ولما رجعت البيت ادت صورة خطيب سوريون لأجاشي وطلبت منه يجيب لها كل المعلومات عنه، وعلشان ما يرفضش قالت له انه لو ما ساعدهاش هتدور هي بنفسها. فاضطر انه يسمع كلامها قبل ما توقع بنفسها في مشكلة جديدة. وفعلا جاب لها كل بياناته. ولما سألها عن سبب اهتمامها بيه حكت له على سوريون، وعلشان تقنعه انه ما يعترضش على الانتقام قالت له ان الصحف لو اتكلمت انها عاقبة انسان سيء اكيد الناس هتحبها. فتجاوب معاها أجاشي وقال لها ان الولد ده اتقدمت ضده بلاغات كتيرة من نفس النوع، لكن كان بيفلت من العقاب لان مفيش دليل ضده، لانه دايما بيستخدم برنامج اسمه الشات الصامت واللي بيحافظ على سرية المكالمات والرسائل، وحتى شركات الاتصال ما بتقدرش توصل للمكالمات ولا تسجلها. والشركة صاحبة البرنامج ده هي الوحيدة اللي بتوصل للبيانات دي. وبالبحث عرف ان الشركة دي محتاجة لفلوس، ففكرت وون ميهو في انها تعرض على الشركة فلوس كتيرة مقابل انها تساعدها، ولان ما كانش معاها فلوس كفاية فاخدت من عمتها مقابل انها ما تتدخلش في إدارة فندق دايهان مرة تانية. وفعلا تواصلت معاهم واتكلمت مع المدعي العام واللي أكد لها إن أقصى عقوبة هياخدها هي 3 سنين. واتجننت أكتر لما عرفت إن المجرم رايح يعتذر لسوريون ويطلب منها تتنازل عن الشكوى. فلبست وراحت لها المستشفى، وأول ما شافها المجرم اعتذر لها، لكن نبرة صوته اتغيرت فجأة وقال لها إن سوريون ما كانتش تستحق غير اللي حصل لها. وقتها ما قدرتش وون ميهو إنها تتمالك أعصابها أكتر من كده وضربته. وراحت بعد كده على المدرسة وجات لها بو يام علشان تعرف منها أخبار صديقتها وشكرتها على مساعدتها ليها. وبالليل راح بان للغابة وحضر روح بنجول وطلب منه ينتقم من خطيب سوريون. وفعلا عمل كده وراح له بيته وشال جداره جزء جزء وانتقم منه وقتله. وأول ما مات فاقت سوريون من غيبوبتها ورجعت للحياة. أما بيج جو فراحت لوون ميهو وطلبت منها تبقى تعدي عليها في المطعم بتاعها، وطبعا وون ميهو ما كانتش فاكراها خالص. ولما خرجت بيج جو من عندها لقت بان واقف مستنيها وقالت له انها ما تعرفش تصبر اكتر من كده وكانت عايزة تشوفها بأي طريقة.
وطلبت منه يخلي باله منها، وفضلت تهزر معاه. وبالصدفة شافتهم وون ميهو من بعيد، وبعد ما خلصت شغلها راحت لمطعم واخدته معاها وسالته يعرف بيج جو منين، فقال لها ان مفيش حد في الجزيرة كلها ما يعرفش، ومرضاش يتكلم اكتر. ولما رجعت البيت عرفت ان خطيب سور يون اتقتل، فجريت على بان سالته لو هو اللي قتله، لكنه قال لها انه مش بيقتل حد. فاطمنت وادت له تليفون وطلبت منه يخليه معاها علشان تبقى تعرف تتواصل معاه، وسابته ورجعت لاوضتها. ووقف هو وحس ان في حد بيراقبه، وطلع فعلا جوفاني اللي كان حاسس انه خطر على وون ميهو، قرر انه يقتله باسلحه مطارده الارواح. فمسك بان سكنته ودافع عن نفسه بيها، وكان بان سريع جدا في حركته وقدر انه يهرب من كل حيل جوفاني لحد ما قدر جوفاني انه يكتفه، وقرا عليه تعاويذ خلت شكله الشيطان يظهر، وحرر ايده ومسك جوفاني خنقه من رقبته. وكانت وون ميهو بتدور عليهم علشان يتعشوا معاها، ووصلت لهم وشافت بان وهو بالشكل الشيطاني ده، فجري عليها وهو في ايده السكينه وموجهها ليها، فترعبت. بس بدل ما يجرحها جرح ايده وفقدت وعيها ووقعت. فجري عليها جوفاني وشالها ووداها على سريرها علشان ترتاح، وقعد مع اجاشي اللي قال له انه غلطان. وحتى لما جوفاني قال له انه تحول وبقى شيطان رغبه، قال له انه اول مره شافه فيها فكروا كده برضه، لكن هو هدفه انه يحارب الشياطين ويحمي البشر. والدليل على كده انه طعن دراعه بدل ما يطعن وون ميهو، وانه اكتر واحد ممكن يخاف على وون ميهو، وعلشان كده اتاكد بنفسه ان بان امان عليها واكتر واحد ممكن يحميها. لكن جوفاني برضه ما اقتنعش وقال له انه هيحميها بنفسه وده قراره النهائي. كل ده بقى وون ميهو كانت فاقده الوعي، واول ما فاقت افتكرت اللي حصل. اما بان فكان قاعد في الغابه ولقى مره واحده انفجار كبير، وده لان الشخص اللي بيراقبه حط دمه على تمثال. وكان في واحده في سن ال50 بتتمشى في الغابه، فظهر لها شيطان الثعلب اللي بيسرق الاعضاء علشان يتشكل في شكل بشر. قتلها وسرق اعضائها، وقالوا في الاخبار انه قتل لحد دلوقتي 3 اشخاص. وشافت الخبر ده بويام مع جدتها بيج جو، وبعدها راحت على المدرسه. اما وون ميهو فقررت انها تروح لبان علشان تطمن على دراعه، لكنه بعدها وقال لها انه ممكن يتحول ويأذيها في اي لحظه. فسابته ورجعت على البيت، ولقت جوفاني واجاشي مستنيينها وقلقانين. وقال لها جوفاني ان النهارده هيبقى الحارس الشخصي بتاعها وهيروح معاها لكل مكان. وفعلا راح معاها المدرسه وقابلت سور يون هناك، وكانت كل البنات بتبعد عنها ومش عايزين يتكلموا معاها، فوقفت تعيط. لكن وون ميهو قربت منها وقالت لها كله بالوقت بيتنسي، وما كانتش سور يون تعرف هي مين. واول ما وون ميهو قالت لها شكرت صاحبتها على مساعدتها ليها، وراحت قعدت مع ابو يام واتغدوا مع بعض، واتأسفت لها انها كانت بتصرخ فيها ومتعصبه جدا، وقالت لها انها كانت خايفه ومش حاسه هي بتعمل ايه. وبنرجع تاني لبان اللي كان قاعد مع الانسانه الوحيده اللي بيقدر يتكلم معاها بصراحه، وهي بيج جو. وقال لها انه قرر انه يبعد عن وون ميهو وهيبقى يراقبها من بعيد، وده لانه بقى خطر وكان هيقتلها تاني. فقالت له بيج جو انه انسان قوي ولازم يقاوم الشر اللي جواه ويتحرر من مصيره، لكنه ما اقتنعش. وقال لها انه عارف ان الطريقه الوحيده اللي ممكن تحرره هي الموت، ومن هنا لحد ما يموت لازم يبعد عن وون ميهو لانها من غيره هتبقى مبسوطه اكتر. وفعلا كانت وون ميهو قاعده بتتعشى وهي مبسوطه، وجات مكالمه لجوفاني وسمعته وهو بيقول ان ليه اخ. وافتكر جوفاني لما بعد اخوه الكبير، وبعدين جه واحد واتبناهم هما الاثنين، وبعدها كل واحد منهم راح في طريق. ومن وقتها وجوفاني بيدور على اخوه. والوضع في الجزيره بقى خطر جدا لان شيطان الثعلب بقى منتشر في كل مكان وضحاياه عمالين يزيدوا. بس وون ميهو ما كانتش تعرف، فجهزت نفسها واخدت جوفاني وخرجت في الوقت المتاخر ده، ولاحظت ان حزين ومش مركز، وحاولت تخليه يخرج الحزن اللي جواه، واخدته على مطعم خطيب صاحبتها المدرسه سوجين، وادولها دعوه الفرح. وقامت سوجين قاست فستان الفرح اللي كانت عاملاه بنفسها، وفضلوا يحتفلوا مع بعض. وبان يراقبها من بعيد، وراح بعدها لبيج جو، وكان عندها جيرانها وسمعهم وهم بيقولوا ان الشرطه لقت جثه تانية. فسالهم بان عن مكان الجثه، واول ما عرف انها في مركز ضيهان الطبي جري على هناك ودخل للجثه ولقاها مليانه جروح واثار خرابيش، وعرف مين اللي عمل كده وقالوا ان اكيد جونج تان. وتاني يوم بدل ما وون ميهو تروح للمدرسه اخدت جوفاني وراحت لدار ايتام الامل. واول ما وصل افتكر لما وقف هو واخوه وتصوروا مع بعض، وعرفت وون ميهو ان دي الدار اللي عاش فيها مع اخوه. واجاشي هو اللي قال لها المعلومه دي بعد ما جمع عنه معلومات كتيره، وطلبت منه يعرف مكان اخو جوفاني. وفضل جوفاني يفتكر ذكرياته مع اخوه في كل مكان بيقف فيه، وافتكر كمان اليوم اللي اتبنتهم فيه الاسره الجديده. وجه موظف من مجموعه ضيهان تبع وون ميهو قال لهم ان المكان اتقفل، ولما سالوه عن مكان تشان اخو جوفاني قال لهم انه موجود في مكان قريب جدا منهم، وادالهم عنوانه. وظهر في المكان البرعم الشيطاني، وكان جونج تان شايفهم وعارف هم بيقولوا ايه، بس هما ما كانوش يعرفوا. ورجعوا على العربيه، وشكر جوفاني وون ميهو على مساعدتها ليه، وقال لها انه عايز يروح لاخوه علشان يعتذر له لانه ما كانش بيسمعه ابدا، وكانت عيونه مليانه دموع. وقال لها انه هيوصلها للبيت ويروح لاخوه لوحده. وفعلا روحها ومشي، واتصل سوجين بيها وقالت لها انها محضره لها هديه هي وخطيبها، وهتبعته بيها يديها لها.
وركب عربيته وخرج. كانت المسافة طويلة وهو في الطريق وصل لمكان ما فيهوش شبكة، وظهر شخص قدامه فجأة وملحقش يتفاداه وخبطه بعربيته، فنزل مخضوض يشوفه مين لكن ملقاش حد، وحد هجم عليه من ظهره وحس بان بقوة الشيطان اللي موجود، ولقى خطيب سوجين مقتول وقلبه متشال منه، وجونج تان شاله بإيد واحدة وواقف بيبتسم له. وكانت وون ميهو وصلت علشان تقابله وتاخد منه الحاجة اللي جايبها له، فشافت اللي حصل وانهارت، ولولا ان اجاشي كان معاها ومنعها كانت راحت له واتأذت هي كمان. وكان بان مش فاهم ليه جونج تان بيعمل كده وجري وراه وبقى يطارده. وفي الوقت ده كان جوفاني وصل لاخوه اخيرا، وافتكر لما كانوا لسه اطفال وكان زميلهم تعبان جدا وبيدعوا له بالشفاء. وبعدها بيوم جه جوفاني لتشان وقال له انه مضطر يمشي لوحده لانه تعبان، وكان تشان مش تعبان ولا حاجه، لكن اللي في الملجأ مخدرينه، ومسك اخوه فيه لكنه ما انتبهش ليه واخدوا المسؤولين ومشوا بعد ما سرقوا منه اعضائه ورموه في الطريق. وجه شخص انقذه وده اللي بقى رئيسه في الشغل، ومن يومها والاخين ما يعرفوش حاجه عن بعض. وبعد ما فاقوا من ذكرياتهم عرف جوفاني ان اليوم ده ما كانش اخوه مريض، لكن كان لسه خارج من العمليات لانهم سرقوا اعضائه هو كمان، وكان ماسك فيه بيحاول يحذره انه ما يروحش معاهم. وفضل يتاسف له انه ما فهموش وطلب منه انهم يفضلوا مع بعض وما يتفرقوش تاني ابدا. وبنرجع تاني لوون ميهو اللي كانت في المستشفى، واول ما وصلت لها صديقتها انهارت لما عرفت ان خطيبها مات وكان فاضل على فرحهم ايام قليله. كل ده وبان كان لسه بيطارد جونج تان، وبنعرف ان ده زميله اللي نجي من الموت بعد ما اتطعن بالسكين اللي فيه دم الشيطان، وكان عايش وبيتدرب معاه طول الوقت. ومع ان بان كان بيحبه جدا بس مش بيحب تصرفاته اللي كلها شر، فمسك سكين وحاول يطعنه، فعمل جونج تان حاجز بينهم، ولما بان قدر يكسره وقف واستسلم لبان لانه كان واثق انه مش هيأذيه. وفعلا ما اذاهوش بان، وسأله ليه بيعمل كده، فقال له ان وون ميهو خدعتهم واذتهم وفي النهايه هو اللي قتلها ولازم يقتلها تاني، وسابه ومشي. اما جوفاني فاخد اخوه وراح بيه على بيت وون ميهو وعرفها عليه واعتذر لها انه جاب اخوه من غير اذنها، لكنها رحبت بيه وسابتهم مع بعض وطلعت اوضتها علشان ترتاح لان يومها كان طويل وفيه احداث كتيره. وهما كمان طلعوا لاوضتهم علشان يرتاحوا، وقالوا ان وقت كتير عاشوه وهم بعيد عن بعض ومش لازم ابدا يضيعوا وقت تاني في البعاد. وقرب منه وحط ايديه على كتفه وكان فرحان جدا انهم بقوا مع بعض، وفضل يتكلم معاه لحد ما نام. وبيقعد تشان على السرير وبيفتكر كلام جونج تان ليه لما قال له يدور على وون ميهو وياخد قلبها، وقتها ألمه كله هيختفي. وطلع من اوضته واتسحب لحد ما وصل لاوضتها وفتحها، وكان سامع صوتها عماله تعيط. ولما حاول يوصل لها لقى جدار حمايه مش عارف يعديه، وظهر له بان قال له ان مفيش فايده. فضلوا يتقاتلوا وصحي جوفاني على صوتهم، ولما لقى بان عايز يقتل اخوه منعه وبعده عنه، وحاول بان يفهمه ان اخوه اتحول لشيطان رغبه. وكان تشان استغل الفرصه وهرب، فجري وراه بان ولقى جونج تان وقف له وقال لبان انه بقى ضعيف بسبب رغبته في انه يبقى بشري وكل ما يحميها هيبقى اضعف، وقال له انه هيسيبه المره دي علشان هو اخوه اللي اتربى معاه، لكن المره الجايه هيقتله، وسابه ومشي. وفضل بان ماشي لحد ما النهار طلع عليه وشاف غزاله فوق الجبل، ومع انه كان تعبان جدا مش قادر لكنه فضل يزحف علشان يوصل لها لحد ما بقى مش قادر يتحرك. وده كان في نفس الوقت اللي كان وون ميهو رايحه لعزا خطيب صديقتها، لكن لما شافت انهيار صديقتها ما قدرتش تدخل لها وراحت تدور على بان في الجبل علشان تساله ايه اللي بيحصل. ولقيته قاعد ساند على صخره تعبان وحزين، وقال لها انها هي اعاده تجسيد لشخصيه اسمها وون جونج، وعلشان كده الشياطين بتحاول تقتلها لانها الوحيده اللي هتنقذ العالم منهم، وده قدرها زي ما هو قدره انه قتلها زمان وانه قتلها وهو في عذاب. فقالت له انها مش مهتمه اذا كان شيطان او لا، او حتى هيقتلها او لا، لانها بتثق فيه. فقال لها انها لازم تبعد عنه وتسيبه يتعذب لوحده لان ده قدره، وسابها واختفى. فسابته واتصلت بحد سالته عن وون جونج هل يعرفها ويعرف قصتها، فبعتها لواحده تعرف كل حاجه وهي بيج جو. في بداية كلامها سألتها وون ميهو لو كانت بتؤمن بالأساطير، وسألتها عن وون جونج، فقالت لها إنها من زمن بعيد قدر البشر إنهم يحبسوا كل الشياطين في تمارة، بس للأسف حجر الحاجز اتكسر وعلشان كده بتخرج الشياطين وهي متلهفة للقتل، وون جونج هي الوحيدة اللي تقدر تصلح الحجر ده وهتصلح كمان بان. فسألتها وون ميهو هل هي فعلا وون جونج، فقالت لها إنها لما يخرج إشارة من جسمها هتبقى هي وون جونج وهتعرف إزاي تصلح كل حاجة خاصة بطريقتها. وجات بويام وأخدت جدتها ومشيت. اما جوفاني فمسك سكينه وراح لاخوه حطها على رقبته وساله من امتى وهو شيطان رغبه، فقال له انه ما يعرفش اي حاجه وفضل يعيط. فاخدوا اخوه لسريره وكتفوا عليه وولع الشمعه واستخدم ادواته علشان يخلص تشان من المس الشيطاني، وفضل يقول تعاويذ عليه وتشان يصرخ من الالم وجوفاني يضغط عليه اكتر فتحاول تشان لشكل شيطاني، وبرضه جوفاني ما تراجعش وفضل مستمر في علاجه وتنقية روحه، وكل حاجه في الاوضه وقعت وكان الشيطان متملك من تشان ومش بيخرج منه. فترجى جوفاني انه يقتله ويحرر روحه من الشيطان، واضطر جوفاني انه ينفذ له رغبته ويحرر روحه ويسيبه يموت في سلام، لكنه ما قدرش وقعد يعيط على اخوه اللي ما لحقش يعيش معاه. اما بيج جو فراحت لبان وحكت له على اللي حصل مع وون ميهو وانها عرفت حقيقتها. وفجأة جاله جوفاني وطلب منه انه يعلمه يكون زيه، وحكى له عن اخوه انه هيعالجه ويرجعه تاني البشري، ووعده انه لو ما نجحش هيقتله بنفسه.
وسابه وراح لوون ميهو وطلب منها تساعده، وحكى لها عن أخوه إن أخوه مسه الشيطان وإنه مش هيقدر يتخلى عنه لأنه عاش حياة صعبة من وقت ما اتولد، وطلب منها تساعده زي ما ساعدت سوريون قبل كده وخلصتها من المس الشيطاني، وقعدت ترجاها وتوسل لها إنها تساعده لأنه مش هيقدر يتخلى عن أخوه. فوافقت وقالت له إنها تحاول، وراحت معاه للمكان اللي كان حابس فيه أخوه وصحاه ليها، وقربت منه وون ميهو وهو كان عنده استعداد ورغبة إنه يخف، فقعدت جنبه ومسكت إيده وغمضت عينيها فتحول فورا لشيطان، وقام قعد وحرر إيده طعن بيها جوفاني وحدفه بعيد وحرر رجله، وبقى عمال يقرب من وون ميهو علشان يقتلها، لكن بان وصل كالعادة في الوقت المظبوط وبعده عنها وفضل يقتله. لكن المرة دي تشان قدر إنه يضرب بان وراح لوون ميهو خنقها، وكان هيقتلها خلاص، فلقى سيف طعنه من ظهره واخترق جسمه لحد بطنه ورجع لطبيعته وهو بيموت. وطلع اللي عمل كده هو أخوه جوفاني وهو بيعيط، ووقف يبكي على اللي حصل، ووطى أخد الخنجر بتاعه وهو منهار، فسابوه ومشوا. والمفاجأة الرهيبة اللي بنشوفها في الآخر هي بويام إنها هي كمان هتبقى واحدة من أتباع جونج تان. بعد ما جوفاني قتل اخوه بايديه وفضل يدعي له لحد ما اختفى، وظهرت الجوهره واخدها وقعد يعيط لحد ما هدي واخد الجوهره وراح بيها عند النهر، وجاله بان وقال له ان هو كمان كان ليه اخ ومات. فقال له جوفاني ان اول ما لقى اخوه فرح جدا وقال ان دعواته استجابت، بس للاسف اتحرم منه والمره دي للابد، وادى البان حجر اخوه وطلب منه يتصرف فيه زي ما بيعمل مع كل الشياطين اللي بيقتلهم. وبنشوف جونج تان وهو قاعد على كرسي الزعامه وسط مجلس من البشر ومن ضمنهم بويام، واول ما شافته سالته كان فين كل ده، وكانت بتقول له عمي. فبنرجع بالذاكره ل9 سنين فاتوا، وكان جونج تان مرمي في الصحراء وفاقد وعيه، واول ما فاق لقى ناس كتيره لابسين ابيض ملمومين حواليه، وسالهم هم مين وعملوا فيه ايه، وطلع سكينته وكان عايز يطعن بيها واحد واقف، لكنه اتحكم فيه وخلاه يبعدها واخدها منه كمان. واخدوا لزعيمهم وقال له انهم مقدرين كل العذاب والمآسي اللي مر بيها، وانهم اخدوه علشان يساعدوه. فافتكر لما كان لسه صغير واداله جونج ريوونج السكين، ولما رفض يمسكه هدده ريوونج ان لو ما مسكهوش هيقتله، فخاف وجي يمسكه ايده اتحرقت فرق معاه. ويبان دافع عنه ومسكه هو بداله وتحمل الألم، لكن جونج ريوونج قال لجونج تان ان لازم هو كمان يتعود عليه، وفعلا الولدين استحملوا الألم لحد ما اتعودوا عليه. وقال لهم ريوونج ان السكاكين دي مخصوصة علشان يقتلوا بيها شياطين الرغبة وينقذوا العالم، فاخدهم للتدريبات الشقة. وكانت وون ميهو هي كمان بتتدرب مع بيج جو، وكل ما تيتا بتفكرها انها مسؤولة عن حياة الملايين فتقوم وتتشجع. وشافت وون ميهو الولدين وهما بيتعذبوا، فاستنت يوم وراحت لزنزانة كانوا محبوسين فيها، وعرفتهم على نفسها وادت لهم تفاح وقالت لهم انها هترجع لهم تاني، وفعلا بقت كل يوم تودي لهم من اكلها. وفي يوم اخد ريوينج وون ميهو في جوله وقال لها عليهم انهم كرسوا روحهم وجسمهم علشان يحاربوا شياطين الرغبه وينقذوا العالم. ولما عرفت وون ميهو ان ما كانش ليهم راي في الوضع اللي هم فيه وان ريوينج هو اللي اجبرهم، صعبوا عليها. فقال لها ريوينج انهم ما عندهمش مشاعر ولا احساس علشان يفرحوا او يزعلوا، وكل اللي يعرفوه انهم قتله للشياطين، لكن لو هي مش عايزاهم يبقوا قتله يبقى لازم تبني الحاجز اللي هيسجن الشياطين. فقررت انها تهربهم واخدتهم وجريت بيهم، وكانوا فرحانين جدا بالحريه. واعتذر لها بان ان عضها، لكنها هونت عليه وقالت له انها تخف بسرعه بالعلاج، بس للاسف ما قدرتش تكمل الطريق وفقدت وعيها. فقال جونج هان لبان انهم لازم يسيبوها ويهربوا علشان ينفدوا بحياتهم، لكن بان رفض وشالها ورجع بيها وقال لهم ريوينج انهم شياطين ومش بشر ومش لازم يسيبوا المكان ده والا هيروحوا الجحيم. فرد عليه بان وقال له ان المكان ده هو الجحيم. واول ما وين ميهو فاقت وعرفت انهم هيتعاقبوا بسبب اللي حصل وبكده هتكون هي السبب، حست بتأنيب الضمير وسألت بيج جو هل لو قدرت تبني الحاجز هيعفو عنهم، فأكدت لها بيج جو ان ده اللي هيحصل. ومرت السنين وكبر الولدين وبقوا قتلة شياطين في كل مكان، بس جونج هان ما كانش بيقتل الشياطين وبس لكن البشر كمان. وفي يوم ظهرت لهم وون ميهو كانت راجعة بعد غياب سنين، واخيرا بقى عندها القدرة انها تبني الحاجز، وطلبت من ريوينج انه يحررهم ويسيبهم يكملوا حياتهم كبشر. وراحت لهم الزنزانة بشرتهم ان مع اكتمال الامر هتبني الحاجز وجونج ريوينج هيحررهم ومحدش هيجبرهم على حاجة تاني، وسابتهم ومشيت. وقعدوا هما يفكروا في كلامها، وكان جونج هان مش واثق فيها ولا مصدقها لان البشر هما اللي حولوه لكلب صيد وعذبوه طول عمرهم. فقال له بان ان مفيش اي حاجة قدامهم غير انهم يصدقوها، وفضل يحلم بالحرية وكان نفسه جدا يعيش ويحس زي البشر. ويوم اكتمال الامر قعدت وون ميهو تبني الحاجز، واخد الحراس جونج تانج وبان لريوونج وقال لهم انه هيعلمهم طقوس علشان يطهر اجسامهم ويرجعوا تاني بشر عاديين، وطلب منهم يحترموا الطقوس ويعملوها، وحبسهم في زنزانه ولع فيها من كل اتجاه. وطلع كل ده كان بيخدعهم، وقال لهم ريوونج ان العالم هيبقى خالي من الشر وما ينفعش آلة قتل من غير مشاعر زيهم يعيشوا في العالم وسط البشر. وقال لهم كمان ان وون ميهو عارفه اللي بيعملوا فيهم وهي اللي خدعتهم لانهم اغبياء، وسابهم ومشي. فضلوا يحاولوا يكسروا الزنزانة وخرجوا هم شياطين وعينيهم مليانة شر، وضربوا كل الموجودين وقتلوهم.
وطبعا محدش كان قادر عليهم. وجي روينج طعن بان بحربة كبيرة لكنه ما ماتش، وجي جونج تان من ظهر روينج وقتله. وكانت وون ميهو سامعة الأصوات وعايزة تنزل تطمن عليهم، لكن بيج جو منعتها لأن الوقت بيمر بسرعة وبدأت الشياطين المحبوسة تظهر. ولقيت بان قدامها وكان متحول لشيطان، وقالت إنها لو بنت الحاجز وكمان هيتحبس. فقالت لها بيج جو إنها لو ما عملتش كده العالم كله هيموت. وقبل ما تاخد قرارها كان جونج تان وصل لهم وعايز يموتها بعد ما خانتهم واتفقت على موتهم، لكن بان منعه وفضلوا يتقاتلوا مع بعض. فطلبت منهم يوقفوا القتال ويمشوا هما التلاتة وهي هتساعدهم على تكفير ذنوبهم. فجري عليها جونج هان علشان يقتلها، ولما لقى بان بيجري علشان يطعنه بعد وخلاها هي تاخد الطعنة مكانه. وقالت لبان انها كانت عايزة تنقذه من العذاب ده، وقالته انها ترجع تاني علشان تنقذه وماتت. وكملت بيج جو السور بقوتها واتحبس فيه جونج تان مع الشياطين، وحزن جدا بان على فراقها وموتها اللي كان بايده. ومر وقت طويل وواحد وهو ماشي في الجبل حب يدق علامة في صخرة في الأرض، فانهارت بيه الأرض ووقع وخرج جونج هان. ودي القصة اللي حكاها له زعيم الناس اللي لابسين أبيض. لكن جونج تان ما صدقهوش وكان هيهاجمه، لا زعيم سيطر عليه ووقفه وقال له إنه هيساعده، وخلى مجموعة كبيرة تكتفه ومسك سكينته قطع له إيده، وقال له إنه كان يعرف واحد اسمه ريوونج وسيطر على مخه وخلاه يقتنع إنه يصنع قتلة شياطين، وكانت نيته إن القتلة دول يقتلوا وون ميهو. لكن الخطة فشلت بسبب بان، وعلشان كده قرر إنه يصحيه تاني ويديله فرصة تانية لقتلها. ومسك طبق مليان حمم رماه على الأرض وطلع منها دخان اسود شرير دخل جوه جونج تان، فخلى ايده نامت من تاني وبقى اقوى من الاول. وطلب منه ان ولاءه يبقى للزعيم والمجموعة الحكماء اللي معاه. فقال له جونج تان انه هينتقم من وون ميهو علشان حبسته تحت الارض، وهينتقم كمان من كل حد خلاه وحش، لكن غير كده مش هيعمل. وكده نكون عرفنا القصة كاملة. وبنرجع تاني لوون ميهو، كانت قاعدة مع بان وكانت زعلانة انها ما قدرتش تنقذ تشان، ولقيت سكينة بان موجودة قدامها على الترابيزة، فجت تمسكها حرقتها في ايديها فرمتها على طول. وقالت له انها كانت فاكراها تقيلة، وهو قال لها ان ما ينفعش تقف معاه لان عمرها ما هتقدر تصاحب الشيطان رغبة، لكنها قالت له انهم هيبقوا اروع صديقين. وكلمته تاني عن جوفاني وحزنه، وكان فعلا جوفاني حزين جدا، وجاله اجاشي وقال له انه لازم يركز على مهمته. اما وون ميهو فراحت هي وبان لمطعم خطيب صاحبتها وكان مقفول، فبعتت لصاحبتها رسالة تطمن عليها، فقالت لها ما تقلقش عليها لانها قوية، وقالت لها انها استقالت من المدرسة لانها عايزة تبعد شوية. فمشيت وون ميهو من المكان وهي بتقول انها مش هتسيب حد تاني يموت، وراحت لبيج جو وقالت لها انها عايزة تجرب. فضحكت بيج جو وقالت لها ان وون ميهو القديمة اتدربت لسنين طويلة تدريبات شاقة جدا لما وصلت، وبرضه وون ميهو صممت انها تجرب. فطلعت بيج جو طبق جديد وطلبت منها تبص فيه، ولما عملت كده حست بألم جامد وروحت وهي تعبانة وكان بان قلقان عليها. فقالت له بيج جو ان دي مجرد البداية. وراحت وون ميهو على عربيتها فلقت سوري وجت لها وقالت لها انها بتتحسن ورتبت افكارها من جديد، وادت لها كوفية عاملاها بنفسها وطلبت منها تقبل هديتها. وفعلا اخدتها وون ميهو وهي فرحانة ولبستها كمان، ورجعت للبيت هي وبان. حضرت شنطتها وقالت لأجاش انها تقعد فترة عند بيج جو، فطلب منها تاخد معاها جوفاني، وكان محضر شنطته ومستنيها علشان يروح معاه. لكن بان اعترض واضطر انه يستسلم قدام اصرار جوفاني، وفضل اجاشي يوصيهم على وون ميهو ووصف لهم طريقة اكلها والحاجات اللي بتضايقها. واخيرا خلص وسابوه وراحوا لبيج جو، وادت لوون ميهو لبس من هدوم النسخة الاولى وون جونج، وطلبت من بان وجوفاني يبعدوا عنها لان اي نفس ممكن يشتت انتباهها ويأثر عليها. واخدتها لمكان بعيد وطلبت منها تركز، وقالت لها ان الحاجز بيتصنع من طاقة الارض والسماء والشمس والقمر والرياح وكل الطبيعة اللي حواليها، وسابتها تتدرب ومشيت. وكان بان عايز يطمن عليها فقالت له انه لازم يقف بعيد وما يقربش. واخدت جوفاني معاها وسالته هو ليه بيساعدهم، فقال لها ان ده قدره والسبب اللي اتولد علشانه. اما بان فما قدرش يقف بعيد عن وون ميهو، فضلت تتكلم معاه وتهزر وسالته عن تاريخ ميلاده. قال لها انه اتولد مع اب وام وعمرهم ما حبوه ولا احتفلوا بيوم ميلاده، وبعد ما ماتوا عاش مع ناس حولته الوحش، وعلشان كده عمره ما عرف تاريخ ميلاده. فاتضايقت وون ميهو علشانه واخدته ورجعت للباقيين وتعشوا كلهم مع بعض. واليوم اللي بعده راحت لتدريبها التاني وفضلت كل يوم على الحال ده، وبان واقف يراقبها من بعيد. وبدأت وون ميهو تحس بالتعب والإرهاق، فخافت بيج جو عليها وعرضت عليها تاخد يوم اجازة ترتاح فيه، لكنها رفضت وكملت. وجت بأيام قعدت اتغدت مع الباقيين وسابوا وون ميهو تتدرب في هدوء لوحدها، وحسوا بجونج تان وهو في المكان. وافتكر تاني جونج تان باقي الحكاية لما ساب مجموعة الحكماء بنت صغيرة تمشي معاه وناموا تحت الشجرة علشان يرتاحوا شوية. فجه واحد واخد البنت وكان واضح انه يعرفها، وفعلا طلع والدها واخدها على البيت ولقيت والدتها ميتة وهو فضل يضربها، فمسكت سكينة من جنبها. ولما والدها شافت حدها وقال لها لو شجاعة تطعنه او تقتله، والبنت كانت خايفة جدا. فراح لها جونج تان ومسك ايديها اللي فيها السكينة وطعن بيها والدها قتل، وسألها لو ندمانة فقالت له لأ، ولأن ما بقالهاش حد خالص. فمشيت معاه وقالت له ان اسمها بويام،
وافتكرت بيج جو وقت الأكل لما كانت وون ميهو لسه صغيرة، وأخدت ري وونج وفهمها طبيعة الولدين بان وجونج تان، وطلبت منها ما تلومهوش لأن لازم يبقى فيه تضحيات علشان العالم يستمر. لكن وون ميهو كانت حزينة وصعبانين عليها جدا، فأخدتها بيج جو في حضنها وفهمت إنهم صعبانين عليها لأن حالها زي حالهم، اتحطوا في مهمة صعبة وتحولت حياتهم من حياة عادية وكلها طفولة لتدريبات وحمل تقيل فوق كتافهم. وفضلت وون ميهو تتدرب وتيجي على نفسها أكتر علشان تساعد الولدين، وكل الحركات والتدريبات اللي عملتها وهي صغيرة بقت تعملها تاني وون ميهو الجديدة، لحد ما كلهم حسوا بطاقة كبيرة وغريبة فجري بان وجوفاني لوون ميهو علشان يلحقوها. وبالصدفة كانت وون ميهو بدأت تصحي قوتها الداخلية واتولد منها قوة كبيرة، فحس بيها جونج تان وخاف وبعد عنها، وعدى جوفاني من جنبه بس من غير ما يشوفه خالص، ومع انه حس بطاقته بس ما كانش شايفه، وجري على وون ميهو ولقى بان بيحاول يوصل لها، لكن قوتها منعته وفضل يقاوم لحد ما وصل لها ولحقها قبل ما تقع على الارض، وقالت له انها شافت حاجات من الماضي وكانت زعلانه جدا. وبنرجع تاني لبان اللي كان متضايق انه خاف من وون ميهو ومسك حجر في الارض وفجر دخان الشر منه وخلاه يهاجم كل مكان في المدينه، والناس بقت مرعوبه. ولما بيج جو شافت المنظر فقدت وعيها، فاخدتها بويام على اوضتها علشان ترتاح، وراح لها بان علشان يطمن عليه، فقالت لها انه مش لازم يتعامل مع وون ميهو بمودة لان بكره تفتكر كل حاجه وقتها هو اللي هيخسر. فقرر انه ياخد بنصيحتها، ولما خرج من عندها ما تكلمش مع وون ميهو ولا كلمه واحده لحد ما رجع لبيتها، وهي لاحظت انه حتى مش بيبص لها ولا بيتكلم معاها، وطريقه معاملته بقت مختلفه معاها وبقت بجفاء، وسابته ودخلت لاوضتها. وفضل كلام بيج جو يتردد في دماغه، وطلع سكينته مسكها في ايده. وحصلت حاجة غريبة جدا، وهي ان سوريون رجعت تتملك منها الشيطان مرة تانية وخلاها تطلع فوق المدرسة علشان ترمي نفسها من فوق. وفعلا عملت كده، وحاولت بويام انها تمنعها لكنها ما كانتش سامعاها ورمت نفسها وماتت. ووقفت بويام تعيط عليها، واول ما شافت جونج تان فهمت ان هو السبب، وسألته ليه عمل كده في صاحبتها دونا عن اي حد تاني، فقال لها ان ده قدرها وطلب منها تمسح دموعها وتمشي معاه. وحست وون ميهو ان في حاجة بتحصل، وصحيت مفزوعة من النوم لكنها فكرت انها حلمت بكابوس عادي. وتاني يوم راحت على المدرسة مع جوفاني، ولقيت التلاميذ كلها ملمومين وبيصرخوا، فسبقها جوفاني وراح يشوف ايه اللي بيحصل وبعد وون ميهو علشان ما تشوفهاش، لكنها صممت تعرف في ايه، ولما شافتها انهارت. ورجعت للبيت لقيت بان قاعد في اوضته، وقالت له ان سوريون انتحرت مع انها كانت بتتحسن، وفضلت تلوم نفسها انها السبب وانها ما كانتش عايزه حد تاني يموت علشان كده بدات تدريباتها، لكنها ما قدرتش تعمل حاجه. فقال لها بان انها لو مش قادره تستحمل فلازم تمشي، انما هو هيفضل لانه مجرد شيطان رغبه ما عندوش لا مشاعر ولا احاسيس. وبدا الدخان الاسود يوصل لباقي طلاب المدرسه، وبقوا كانهم تحت تاثير سحر هو اللي بيتحكم فيهم وبيحركهم. وكانت وون ميهو لسه في البيت لكنها قررت انها تروح المدرسه علشان تبحث مع الشرطه عن سبب اللي حصل لسوريون، لانها شاكه انها ما انتحرتش لانها فعلا كانت بدات تتحسن. وحاول جوفاني انه يمنعها لكنه ما قدرش عليها وسابته وراحت. واول ما وصلت المدرسه حست ان في حاجه غريبه، وفعلا مسات الدخان الاسود. وقتها شافت كل الناس اللي ماتت وقالوا لها انها سبب في موتهم، وظهرت لها سوريون وهي بتقع وفضلت تترجاها تنقذها. وكان جونج تان قاعد مع ابوه يام بيشرح لها الدخان ده بيعمل ايه، وقال ان ده مس شيطاني اسمه جون سو ساي، اللي بيمسه بيخليه يعيش كل الحاجات اللي مضايقاه لحد ما يحول حياته الجحيم ويقتل نفسه، وكل ده بيتم في ثواني. وفعلا كانت وون ميهو خلاص هترمي نفسها من على سور المدرسه وهي منهاره وبتقول انها السبب. فجه اجاشي وجوفاني وفوقوها، وهم ماشيين سمعوا الطلاب اللي عمالين يصرخوا من عذاب الضمير وعايزين يموتوا نفسهم. وفعلا راح لهم جونج تان وعرف ان كلهم ممسوسين، فجري على مكتب الاذاعه هو واجاشي وقال في الميكروفون تعويذه علشان الكل يسمعها، فهربوا للملعب. وقتها ظهر بان لجوفاني وقال ان المره دي الوضع مختلف عن اي شيطان رغبه، واداله جزء معين اخدوا منه جوفاني وركبوا في خرطوم الميه ورشوهم بيه، فتعمل حاجز عليهم وحمى بات الحاجز علشان ما يكسرهوش. وقال جوفاني التعويذ وضع على المس الشيطاني وانقذ الكل. اما وون ميهو فكانت لسه ممسوسه وحاسه بتأنيب الضمير وعايزه تموت نفسها. وقال جونج تان ان كل ده بفضلها، والمره دي وون ميهو هتموت لانها خلتها تتعلق بصديقتها سوريون، وده سهل عليهم المهمه. فاتضايقت بويام وقالت له انها تروح علشان جدتها ما تقلقش عليها، وطلب منها تسال جدتها عن قانون السببيه، ولو ما سالتهاش فهيروح للجده بنفسه يسالها. بس وهو معاه سكينته ومشي بويام، وفعلا جدتها كانت قلقانه عليها وخرجت تدور عليها وقابلتها في الطريق، وفكرتها باليوم اللي قابلتها فيه واخدتها لبيتها وربتها، وقالت لها انها كانت اجمل حاجه حصلت لانها كانت انيسه ليها. وقالت لها عن السبب اللي خلاها تاخدها معاها وتربيها، هو انها كانت عايزاها تنور زي الشمس وتبعد عن الضلمه. فغيرت بويام الكلام وقالت لها انها جعانه وعايزه ترجع البيت بسرعه. اما بان فبعد ما سيطر على الوضع راح دور على جونج تان ولقاه موجود في الزنزانه اللي ري وونج كان حابسهم فيها،
وقالوا انه بالرغم من ان المكان ده كان جحيم بالنسبه ليهم بس كمان كان فيه دفء لان كان موجود معاه فيه. وسأل بان ايه شعوره ناحيه الناس اللي اذوهم وعملوا فيهم كده، وشعوره ناحيه وونج وونج اللي كدبت عليهم وكانت عايزه تقتلهم. فقال له بان انه مش زيه لانه مش بيحب يقتل الناس الابرياء لمجرد انه عايز ينتقم من الكل. فبص له جوفاني وساله هيقتلها امتى ومتاكد انه هيقتلها تاني. فقلب بان الموضوع عليه وقال له انه عارف انه لسه بيخاف منها وانه عمال يبعت شياطين تحاول تقتلها لانه خايف يقرب منها ويقتلها بنفسه. بس جوفاني قال له انه عنده حق لانه كان مسجون في الفراغ اللي ما كانش فيه اي احساس بالوقت ولا بالالم، وده المكان اللي هيتحبسوا فيه هما الاتنين مع بعض لو ما قتلهاش لان دم الشياطين بيجري في عروقهم. فقال له بان انه هينقيه وهيسحب دمه ورمى عليه سكينته وكان عايز يجرحه بيها، بس جونج تان منعه وسابه ومشي. ورجع بان لبيت وون ميهو اطمن عليها وحكى لجوفاني عن المس الشيطاني اللي اتعرضت له وبيعمل ايه بالظبط، وان المس ده بدأ يهاجم كل اهل الجزيرة. فقرر جوفاني انه ينقذ الناس على عكس بان اللي قرر انه يحس بطاقة جون سو ساي ويقضي عليه، وطلب من جوفاني انه يخليه جنب وون ميهو ويحميها وسابه وخرج. كان عنده حق لان جونج تان كان عمال يستخدم سحره ويقوي جون سو ساي ويأذي ناس اكتر، وحاول انه يوصل تاني لوون ميهو وصحاها من النوم والخيالات اللي اشتغلت معاها تاني وخلاها تشوف سو جين صديقتها وفضلت ماشيه وراها. ولما دخل اجاشي يطمن عليها ملقاهاش فراح يدور عليها لحد ما لقاها في الجنينه فاخدها على اوضتها. لكن قبل ما يوصل بيها قرر جونج تاني انه يبعدها عن اي حد يساعدها وخلاها تفقد ثقتها في الكل، فخلاها تشوف خيالات عن اتفاق جوفاني مع اجاشي انهم يستغلوها وفي الاخر هيقتلوها ويتخلصوا منها. فبعدت ايديها عن اجاشي ولما جه يقرب منها سابته ودخلت للمكتب وفضلت تدور فيه لحد ما لقت صوره وون ميهو الاولى، واتهمت اجاشي انه كان بيخدعها وعامل نفسه قريب منها وهو كل هدفه انه يحولها لنسختها الاولى. فقال لها ان اسمه الحقيقي بيتر وكان طارد ارواح زي جوفاني وكان معاه مجموعه تانية زيه لكن كلهم ماتوا وهو الوحيد اللي نجي، وكانت مهمته انه يحميها. وافتكرت وون ميهو اول مره تشوفه فيها لما احتضنها وبقاله مكانه كبيره في حياتها وطردته من بيتها، بس في نفس اللحظه جه بان وكان بيحارب الظل اللي عايز يوصل لها. وفضلت واقفه مصدومه وظهرت لها النسخه الاولى منها، فقالت لها ان الكل خدعها علشانها وانها حاسه ان حياتها بقت جحيم، وطلعت وقفت في البلكونه علشان ترمي نفسها. وده حصل في اللحظات اللي بان وجوفاني انشغلوا عنها وهما بيقاتلوا جون سو ساي، وفعلا رمت نفسها بس جات لها نسختها الاولى وون جونج ومسكت ايديها ووريتها كل ذكرياتها واللي حصل زمان ليها والبان وجونج تان لحد ما قتلها بان وفاقت من ذكرياتها. لقيت بان هو اللي مسك ايديها وطلعها. اما اجاشي فقرر انه يلم هدومه ويمشي بعد ما وون ميهو طردته ووصى جوفاني انه يخلي باله منها ويحميها. وقعد جوفاني في المكتب ولقى صوره اجاشي مع وون ميهو وهي لسه صغيره. اما وون ميهو فكانت لسه مع بان وقالت له انها عرفت كل حاجه وانه ملوش ذنب في موت وون جونج وانه كان بيحاول يحميها، وفضلت تعيط وتقول له انها مش قادره تعمل الحاجز. وكان جونج تان موجود وسامع كل حاجه وعرف ان قدرتها ما رجعتش، فاتجرأ ومسك سكينته كان هيقتلها، لكن بان حس بيه وصد ضربته وكسر الحاجز اللي كان مخليه مش ظاهر وبعد عنه وون ميهو. فمسكوا جونج تان وخنقوا وفضلوا يتقاتلوا مع بعض مده طويله، وكان بان اضعف منه ومع ذلك فضل يقاوم وحدف عليه سكينته، لكن جونج تان بعد عنها ووجهها على وون ميهو. فجري بان واخدها ووقع بيها من البلكونه، وحس جوفاني ان في صوت حركه مش طبيعيه فطلع يطمن لكن ملقاهوش، وده لانهم هربوا للجبل. وكان بان مجروح، ولاحظت وون ميهو ان جروحه بقت تلتين بصعوبه مش زي اول مره عرفته، وحبت تغير الكلام علشان تهون عليه. فسالته لو كان طلع رحله تخييم قبل كده، وفضلوا يضحكوا وسالته عن سر وجوده دايما في المكان ده. فقال لها ان المكان ده زي بيته وبيحط فيه كل احجار الشياطين اللي بيقتلها، وانه بيعمل كده علشان يكفر عن اللي هو فيه. فسالته لو اختفت الشياطين كلها وقتها هيعمل ايه. ما كانش عنده اجابه للسؤال ده، فقالت له لو ده حصل يبقى لازم يبقى الحارس بتاعها. وبننتقل لجونج تاني اللي راح لمركز الاجتماع مع اتباعه، وكان من ضمنهم ام مع طفلها المولود وكان عمال يعيط ومش بيسكت ابدا. فقرب من الام وقتلها وبقى عمال يموت في الباقيين من غير رحمه، وبيوم واقفه وسط كل الخراب والقتل ده وهي مصدومه بس في نفس الوقت مش قادرة تتكلم. قربت من الطفل ولقيته لسه بخير فأخدته وطلعت تجري، وكان في عربية هتخبطها بس جت سليمة، والست اللي سايقة قدرت تفرمل في آخر لحظة، فسابت بيام الطفل قدام العربية وجريت لحد ما وصلت لجدتها وهي مفزوعة وطلبت منها تهرب لأن العم جونج تان مش هيرحم حد. والغريب إن الجدة ما اتفاجئتش من كلامها ولا حاجة، وطلعت عارفة كل حاجة من زمان، وقالت لها إنها خبت عليها إنها تعرف أي حاجة لأنها كانت عايزة تحتويها وتداوي قلبها المكسور من والدها، وكانت عايزة تنسيها الماضي بكل مساوئ. وقربت منها حضنتها وقالت لها كان نفسها تعرف الغلط بنفسها وتبعد عنه، لكنها كانت غلطانة وبتفكر غلط، وتأسفت لها إنها فكرت غلط
وقالت لها انها متأكدة انها دلوقتي فهمت ولما تكبر هتحمي تامارا. وكانت بويام مش قادرة تستحمل تأنيب الضمير فطلعت تجري، لكن قابلت في الطريق دونج تان وعرفت انه رايح للجد علشان يقتلها، وفضلت تترجى انه يسيبها لانها محتاجاها. فقال لها ان زمان وهو طفل كان مش بيعرف يميز حتى بين السماء والارض، اخدوه وعرضوه لألم ملوش مثيل، وكانت بيج جو معاهم وجمع كل الاطفال اللي عايشين واللي اهلهم ماتوا علشان برضه يقتلوهم، وكانت عارفة كل حاجة وما اعترضتش وسابتهم يموتوا ويتألموا. وبعد كل الكلام ده اترجته بويام انه ما يأذيهاش، فقال لها انه نسي انها انسانة وطالما هي مصممة يبقى لازم تتحمل النتيجة. وكانت وون ميهو كل ده لسه مع بان قاعدين في الجبل، وسابته نايم وقامت تتدرب، والمرة دي لقيت نفسها قادرة تتحكم في حبات الحصى وقدرت تعمل مصفوفة. فقام بان اخدها وقال لها ان مفيش داعي تعمل كده، ولما سألته عن السبب قال لها انه مش عايزها تختفي. وكان الظلام بدأ يغطي الجزيرة كلها، وراحت الجدة بنفسها لجونج تان، وكان جوفاني عندها في البيت، ولما ملقاهاش فضل يدور عليها وهو بيجري زي المجنون، وما كانش يعرف ان الجدة عند جونج تان علشان تنقذ بويام من ايده، وكان مكتفها بدخانه. وهدد الجدة اما تقول له مكان باقي اطفال الجزيرة اللي مخبياهم او هيقتل بويام قدام عينيها. ووقفت الجدة في خيار صعب جدا، وصوت صريخ بويام كان بيدوي في ودانها، وكانت الارض كلها بتهتز من الالم. واخدت بويام سكينة من جنبها وكانت عايزة تطعنه بيها، وقالت له انها ندمانة انها كانت معاه في يوم من الايام فضربها ضربة طيرتها. وجالهم جوفاني قوم الجدة وسأل جونج تان لو يعرفوا، فاستفزوا جونج تان وقال له انه عرف اخوه. فشكروا جوفاني انه فكره وطلع سيفه وقال انه هينتقم لاخوه حالا، وحاول يضربه لكن معرفش. والتاني كان بيختفي بسرعة كبيرة وقال له انه مهما حاول مش هيقدر يعمل له حاجة، ومسك ايده وقع منه السيف وضربه وخنقه وقال له انه خلاه يقتل اخوه لانه ضعيف. فقال له جوفاني انه بيتكلم كتير لان هو اللي ضعيف، وحدف عليه السيف، والمرة دي نجح في انه يجرحه في رقبته. بس اللي حصل ان الجرح خف في لحظتها، واتحرك جونج تان بسرعة البرق وضرب وسابه في الأرض، وراح للجدة مسكها من رقبتها بإيد، والإيد التانية مسك بيها بويام. فخافت الجدة عليها وقالت له إنها تقول له على كل حاجة، فسابها. وأول ما سابها قالت له إنه بيربي كراهية من ناحية الكل من غير أي سبب، وفي الآخر هيندم. وفتحت له بوابة سحرية دخل فيها ولقى جواها تمثال من طين، حط إيده عليه وكسره، وبقى ينتقل بين التماثيل الموجودة ويكسرها. وبدأت الناس تظهر، فرجع التاني جونج تان للجدة وقال لها بالرغم من كل حاجة وإنها في الآخر قالت له على المكان اللي عايزه، إلا إنه برضه مش هيقدر ينسى سلبيتها، وقتلها بسكنته. وحس بان باللي حصل وسحب وون ميهو جوه الكهف وحبسها جواه بحاجز، وقال لها إنه مش هيقدر يحارب جونج تان وهي جنبه. وفضلت تخبط على الحاجز علشان يفتح لها، لكنه سابها وراح له. ولقى جوفاني حالته صعبة جدا، فقال له إنه هيرجع له بسرعة. ولقى الجدة مجروحة على الأرض وبويام بتعيط جنبها، ولما قرب من الجدة لقاها خلاص بتموت، وقالت له إنها أخدت عقابها وكل اللي مضايقها انها تسيبه هو وبويام في الدنيا لوحدهم. وغمضت عينيها وماتت، وكان بانها هيتجنن وبيعيط عليها. اما وون ميهو فلقت الحاجز اتكسر وون جونج ظهرت لها، ومع ان الجده ماتت بس ظهرت في تفكير بان، وقالت له انه الوحيد اللي يقدر يساعد وون ميهو في انها تسترد قوتها وتبني الحاجز، لان الحاجز بيتبني بالعجوبه السحريه، وجزء من العجوبه دي اتكسر ودخل جواه وقت ما قتلها، وعشان كده ما اختفاش ورا الحاجز زي جونج تان. بس لو شال الجزء ده واداهولها وقتها يتحول لشيطان كامل. وكانت وو جونج في نفس الوقت ده بتشرح نفس الكلام لوون ميهو، فهمتها ان ده السبب انه بقى ضعيف ناحيتها وان المشاعر الانسانيه زادت. ولما سالتها لو هي حاولت تبني الحاجز بنفسها من غير العجوبه السحريه ايه اللي هيحصل، فقالت لها انها لو نجحت تعمل ده هتخسر حياتها وتموت. فقالت لها وون ميهو ان طالما دي الطريقه الوحيده اللي هتخلي بان يعيش كانسان وما يتحبسش في الحاجز فيبقى لازم تعملها. وهما بيتكلموا الدنيا غيمت، وعرفت وون جونج ان بكده الجده ماتت، وحذرت وون ميهو ان الوقت بيخلص ولازم تلحق تاخد قرارها بسرعه، وسابتها واختفت. وبدات وون ميهو تعمل الحاجز، وعرف جونج تان انها بتعمل كده وتعصب جدا. اما بان فهو كمان عرف هو هيعمل ايه، وقبل ما يمشي قال لبويام انها لازم تعيش بالطريقه اللي كانت الجده عايزاها تعيش بيها، وسابها ومشي. فندعت عليه وقالت له انه لازم يرجع لها سليم لان ما بقالهاش اي حد تاني، لكنه كان عارف انه مش راجع تاني فما ردش عليها وراح قابل مصيره. وافتكر لما كان لسه في الزنزانة زمان وراحت له وون ميهو في ايديها شمعة تنور لهم، وحكت له قصة حصلت في الهند، وقالت له كان في شخص اسمه أنجول مالا حصلت له اللعنة، وعرف انه مش هيقدر يتحرر منها الا لو قتل 1000 شخص. فمشي أنجول مالا وبقى يقتل كل شخص يقابله، فقتل 999 شخص وما بقاش فاضل قدامه غير شخص واحد. ومن بين كل الناس لقى والدته جايه تسلم عليه، فقرر انه يقتلها علشان يبقى قتل 1000 شخص ويقدر يعيش حياة طبيعية. لكن وقتها ظهر شخص حكيم ومنعه. وقتها فكر أنجول مالا في الحاجات اللي عملها واللي خلت الناس تكرهه وتحدفه بالطوب وينادوه بالقاتل في أي مكان يروحه، وقرر إنه يكفر عن ذنوبه. ومرت السنين وبقى هو حكيم المدينة، منهم زي أنجول مالا عاشوا في لعنة حد تاني فرضها عليهم، فلو كفروا عن ذنوبهم هيقدروا يعيشوا حياة طبيعية. وفاق بان من ذكرياته وراح لجونج تان عند الكرسي بتاعه في قاعة الاجتماعات بتاعته،
وفي الوقت ده كان اجاشي راجع تاني واخد جوفاني وانقذه وعالجه، وفضل قاعد جنبه يدعيله انه يخف بسرعه، وقال له ان وقت ما وصاه على وون ميهو وسابه ومشي حمله كتير فوق طاقته، وجه الوقت اللي يسيبه يرتاح وياخد حقه ويكمل المسيره مكانه علشان يقضي على الشياطين. وبنرجع تاني لوون ميهو، وكانت ماشيه في الصحراء ولقت وحوش عملاقه بتجري ناحيتها، ومعرفتش تعمل اي حاجه غير انها تقف في مكانها تصرخ، لكن لقت الشياطين ماتت بمجرد ما قربت منها، واكيد ما ماتتش لوحدها، لكن ماتت بفضل اجاشي اللي قتلها ببندقيته، وادى لوون ميهو بندقيه تانية ورصاص من الفضه، ووقفوا هما الاتنين يقتلوا الشياطين. بس لقوا جونج تان جالهم ومعاه جيش من الشياطين، وقال لها ان قرارها بالرجوع للجزيره وعدم الهروب كان قرار في منتهى الغباء، فاستفزته بانها موجوده مخصوص علشان ترجعه للجحيم اللي كان فيه. فصرخ صرخة طيرت الشياطين اللي حواليه، وقبل ما مفعول الصرخة يوصل لوون ميهو كان بان وصل لها وعمل حاجز حماية عليها هي وأجاشي، وفرحت جدا بوجوده وطلبت منه يحميها على بال ما تعمل الحاجز، فقال لها انه لسه الحارس الخاص بتاعها، وطلب منها تفضل ماشية وراه وما تبعدش ابدا، وشال الحاجز وفضل يقتل في الوحوش، وكانت اعدادها بتزيد بشكل كبير لانها عمالة تطلع من تحت الارض. وجه جونج تان وقف يقاتل بان، فمسكت هي وأجاشي البندقيات وبقت تقتل الشياطين، وواحد من الشياطين وقعهم على الارض، فقامت وون ميهو وقفت وكان الوحش هيقتلها، لكن هو اللي مات بسيف جوفاني اللي فاق وبقى اقوى من الاول، وقربت منه وون ميهو وطلبت منه يعطل الشياطين على بال ما تبني الحاجز، وسابته وطلعت عند نفس المكان القديم ووقفت في وسط مصفوفة وقالت لنفسها انها لازم تنجح، وبدأت تستجمع قوتها وتركز. واول ما شافت قدامها ذكريات من الماضي وقت ما بان قتلها، شافت كمان لحظة قتل جونج تان للناس اللي بتحبهم، وكانت مش عارفة تركز خالص، وقعدت في الأرض تعيط، فجت لها الجدة وحضنتها وطلبت منها تهون على نفسها لأن الموضوع مش سهل أبدا، واختفت. فوقفت وون ميهو وعينيها كلها تحدي وقررت إنها تحاول تاني. أما جونج تان فكان حاسس إن وقته بيضيع مع بان، وطلب يرجع لصوابه لأن مش حامي الجزيرة ولا حامي لوون ميهو، ولو قتلها هيرجعوا تاني إخوات. فبصله بان وطلب من جوفاني إنه يعطل جونج تان لدقيقة على بال ما يعمل حاجة مهمة، ووقف جونج تان يستفز جوفاني بقتل أخوه، فقال له ان عيلته كلها لو اتحدت مع الشياطين هيقتلها علشان يحمي العالم منهم، ووقف يقتله. وكانت وون ميهو نجحت اخيرا انها تبني الحاجز، وفضل بان يقاوم لحد ما دخل جوه المصفوفه وكان بيتألم جدا، لكن اخيرا وصل لها ومسكها من دراعها، وكان الكل بيحارب من جهه، فاجاشي بيقتل بالبندقيه وجوفاني قدر انه يصد ضربات جونج تان. وده الكلام اللي طمن بيه بان وون ميهو، وقال لها انه مش عايزها تختفي مع ظهور الحاجز، وهي كمان قالت له انه مش عايزاه يختفي، انها عايزه ترضى بقدرها وهي مؤمنه ان ده دورها وقدرها في الحياه. فقال لها ان من وقت ما دخل دم الشيطان جسمه بقى مصيره انه يكون شيطان ولازم يموت بنفس الطريقه، ومسك ايديها قربها من عينيه علشان تسحب الجزء اللي دخل جواه من العجوبه السحريه، وفضلت ترجاه ما يعملش كده، لكنه وصاها انها تقتله وتريحه، وخلاها تاخد الجزء اللي معاه وسابها ورجع لجونج تان ورجع لقوته الاصليه وشكله بقى شبه الشياطين. واول ما جونج تان شافه عرف انه بقى شيطان وطلب منه يساعده في قتل كل البشر، لكن بان قال له انهم لازم هما الاتنين اللي يموتوا زيهم زي كل الشياطين، وحاول سكنته لسيف كبير، وجونج تان عمل زيه ووقفوا قتلوا بعض. وفي الوقت ده بدأت وون ميهو تعمل الحاجز، ورجع جوفاني قاتل باقي الشياطين تاني مع أجاشي بأسلحتهم الخاصة، وفي نفس الوقت كان جونج تان هو كمان طعنه، وكان الحاجز خلاص بيتكون، ودموع وون ميهو مش بتقف لأنها عارفة اللي هيحصل. وقال بان لجونج تان إن بدايتهم كانت مع بعض وإن هي كمان هيبقوا فيها مع بعض، وسحب الحاجز كل الوحوش، وافتكر بان كل اللحظات اللي قضاها مع وون ميهو من اول ما شافها لاخر لحظه عدت كلها قدام عينيه كانها شريط فيديو بيتعرض قدامه، واختفى مع باقي الوحوش. وبعد ما خلصت وون ميهو فضلت تصرخ وتعيط، وشاف زعيم الحكماء اللي حصل وبو يام كمان. وبعد مرور سنه كامله كانت بو يام بتتمشى في الغابه ولقت قدامها شخص اول ما شافته اتخضت وافتكرته انه واحد من جماعه الحكماء، مسك ايديها اول ما وصلت لهم مع جونج تان، وقال لها وقتها ان لو جه اليوم وغطى النور العالم هيختفي جونج تان للابد، ولو هي مش عايزه ده يحصل يبقى لازم تساعده. ولما راح لها الشخص ده عرفت هو هيعمل ايه وجت تهرب، لكنه سيطر على مخها، وكان جوفاني معاه شخص ممسوس وقالوا ان الموضوع ما انتهاش ومش هينتهي. اما وون ميهو فرجعت لحياتها مع عائلتها وبقت هي رئيسة مجلس إدارة مجموعة دايهان، ومع ذلك بان ما فرقش تفكيرها ولا لحظة واحدة. واللي ما كانتش تعرفوا ان بويام حفرت لحد ما طلعت سكينة كان عليها دم جونج تان، واول ما مسكتها السكين بان اللي عند وون ميهو لقت جوفاني بيتصل بيها يقول لها ان الشياطين هترجع تاني، وعرفت ان دورهم انقاذ العالم لمرة تانية لان الشر ملوش نهاية دايما. وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.